العند، السمة الأساسية في متولي سعيد اللي يخلي متولي يقف قدام مراتاته ويقول لهم أنا هتجوز صاحبة البنت اللي كان عايز يتجوزها عشان يثبت لنفسه إنه مازال مرغوب فيه لأنه شخص متكبر جدا. والفكرة إنه لما شاف زاهر جوز أم مراته عرف إنه استغلالي وعايز يتجوزها عشان فلوسها، بس لما اتجوز الرابعة اللي هي ألفت كان بيتغاضى عن ده لأنه عارف إنها استغلالية بس هو عمل كده عشان يرضي غروره ويثبت لسميرة إن في بنت في سنك عايزة تتجوزني عادي. واللي يثبت لك وجهة نظري إنه كان بيجيب لها ألماظ وذهب فالصو. الله، طب انت اتجوزتها ليه من الاول طالما انت عارف انك هتعمل الحاجات دي؟ وخلي بالك دي اول مره الحاج يتعمل فيه اللي هو بيعمله، لان ألفت اتجوزته عشان مصلحتها هي. اول مره الجوازه تبقى المتولي مش عشان مصلحته هو وعشان يرضي غروره. وكمان لما عرض الفكره على مراتاته اول ما رفضوا قال لهم ايه؟ على العموم طز. بالظبط، استبيعهم كلهم. أمينة ونعمة الله ومديحة الستات اللي وقفوا جنبه ودعموه وسبب نجاحه وعياله وأمهات عياله باعهم في لحظة. وهو زي ما قلنا عملها مع نعمة الله قبل كده، بس ساعتها أمينة أقنعتها. بس المرة دي الجوازة تمت غصب عنه وما كانش فارق معاه إنه يطلقهم حتى. بس طبعا اتجوزها واستغلته، بس هو برضه كمان كان بيستغلها. هو كان فاهم هي بتعمل إيه في الآخر. وطبعا المشهد الشهير بتاع إنه ضحك عليها وطلقها من غير ما يدفع المؤخر حتى، مع إن أنت لو دورت في الشارع فكرة إن يجيب ذهب فالصو ويقنع مراته ان ده دهب حقيقي دي حرام يا حاج متولي. كمان فكره انك ما تديهاش مؤخر ان ده ابسط حقوقها برضه حرام. هي دخلت تستغلك، انت وافقت على ده فعلى الاقل اديها حقوق قبل ما تمشي. وفكره ان احنا صورنا العيله بتاعتها هي بس اللي هم شياطين وان الحاج متولي ملاك واتضحك عليه، دي لوحدها فكره غلط وفكره ضد اي منطق وضد اي عقل، لان هو كان عايز يثبت لنا كده. dun 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 dun